ليه بتمثل دايما انك طول الوقت قوي؟ يمكن مثلا عشان ما حدش يشوف الكسر اللي جواك اللي بيزيد يوم عن يوم. طب انت مسمي التماسك الزياده اللي انت فيه ده شجاعه؟ اصله احيانا بيبقى انكار لوجع كبير بيتحول بالتدريج لضغط. الضغط ده بيكسر فيك من غير ما تحس. خلي بالك. طب تقدر تقولي انت اخر وقت صرحت وقلت انك تعبان فيه من امتى؟ احب اقولك ممكن يبقى من سنين، لدرجة ان الوجع ده ما بقاش له صوت، هو بقى له تقل بس جواك بيضغط عليك انت لوحدك، وبرضه محدش حاسس بيك. نصيحتي ليك، انا عارفة انك بتصحى كل يوم الصبح من النوم وبتتصنع القوة وبتضحك للناس اللي حواليك عشان ما حدش حاسس باللي جواك، وعارفة اكتر واكتر انك بتقف على رجلك كل يوم وبتتصنع القوة وبتكمل حياتك وانت جواك حرب كبيرة بين القوة اللي بتظاهر بيها وبين الاحساس اللي جواك اللي قتلك وبيزيد يوم عن يوم. وعارفة كمان انك نفسك في يوم من الايام حد يسألك انت مالك، من غير ما تتكلف عناء انك تقول انا حاسس او تشتكي او تحكي اللي جواك. الحقيقة اللي عايزة اقولها لك انك مش مضطر ابدا انك تتظاهر بالقوة دي. متهيألي بقى انك كفاية كده تعب، كفاية اجهاد، كفاية انكار، انك تستاهل ان يكون في حد جنبك بيحبك بحق وحقيقة وشايفك كل دنيته. خد نفس كده كبير واهدى، ربنا شايفك وحاسس بيك، وابذل مجهود مع نفسك اكتر ما تبذل مجهود مع اللي حواليك. انت تستاهل انك ترتاح.